لإعلان الحسين في كل معارك الضف من كربلاء إلى الشام. ومن هي الأمرأة التي وقفت بوجه الطاغية يزيد في مجلسه وقالت قولتها الكبيرة: يزيد اسعى سعيك، إنها زينب بنت فاطمة الزهراء وأبيها فحل الفحول علي بن أبي طالب قاتل الأشفاء وقاتل مرحب وابن ود العمي في معارك قل نظيرها في تاريخ العالم الإسلامي. أيها الخدم الأجلاء، يا من ضحيتم بمالكم وأنفسكم في سبيل الحسين، ليكن منهاجكم منهاج درب الحسين وثورة الحسين وخطة الحسين وتاريخ الحسين في الابتعاد وتوجيه كل شباب والتأمل الكبير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتأكيد على الأخلاق الأساسية إحدى المرتكزات في بناء المجتمع. السيد كان قام قضاء المناظرة الأستاذ عبد الواحد الفتلاوي خادم، وكذلك أجل الترحيب بخادم أهل البيت الشيخ جبوري الشبلي